جماعه النهارده هعمل تمثال للجوكر بتاع سبايدر مان، هيبقى عالمي قوي بجد. واول حاجه اشتريت ماسكات كتير علشان اعملهم بعدين وهستخدم دول دلوقتي. دخلتهم على الفوتوشوب علشان اختار الحته اللي هقطعها بالظبط، ورسمت المقاس على الحقيقه وقطعت الماسك وظبطت مقاسه على الماسك التاني وقطعته برضه. بعدها ثبتهم الاتنين في بعض ولزقت كل حته علشان اعمل القالب، وجبت ميه حطيت عليها جبس وصبيته علشان اعمل اول جزء بتاع الوش، وخدت عصايه المقشه قلعتها خالص ورشيتها اسود ميتاليك، وعملت القالب بتاع الراس بورق، وزودت برضه الجزء بتاع الرقبه. بعدها حطيت رمل وشعر اصفر ودرع تيك توك، وحطيت العصايه في النص عشان هي اللي هتثبت في القاعده وتشيل الوزن كله، وبدات اصب. وعملت برضه فتحه علشان اصب الرقبه وسبته شهرين ينشف. شلت الزياده اللي في عين الجمجمه، وبرضه ظبطت شويه الملامح بتاعت محمد سمير، وشلت شويه من الرقبه علشان تبان مقطوعه، وعملت 3 طن جبس علشان اكمل القفا وباقي الراس. وجبت الحله اللي بتبقى في كل بيت مصري وعملت ايدي شنيور علشان اعمل الفتحه اللي يثبت عليها محمد سمير، وصبيت الجبس في الحله وهدخلها الفرن على درجه حراره 620، وهسيب كل حاجه تنشف علشان اعرف انحتها. وكده لسه ما عملتش اي حاجه، هيبقى عالمي بجد. عايز اعرف رايكم. فولو لايك لو عجبك الفيديو.